كان أمين يعيش حياة بسيطة كمزارع. كانت أيامه مليئة بشمس تشرق على وجهه وإحساسه بالأرض بين يديه. كان يعيش في قرية صغيرة مع زوجته سعاد وابنتهما ليلى. أحبت ليلى سماع قصص عمل أمين، متخيلة البذور كأحلام صغيرة مختبئة في التربة. عمل أمين وسعاد بجد، لكنهما كانا راضيين. كان لديهما بعضهما البعض ومنزلهما. علم أمين ليلى أهمية الصبر وكيف ساعد المطر والشمس المحاصيل على النمو. كانوا عائلة متصلة بالأرض، والأرض رزقتهم. في أحد الأيام تحولت السماء إلى ظل غريب من اللون الأخضر. بدأت الرياح تعوي واقتربت عاصفة بسرعة غير طبيعية. سيطر الخوف على قلوب القرويين. ضربت العاصفة بقوة وحش هائج مزقت القرية. تجمع أمين وسعاد وليلى معا في منزلهم يصلون من أجل مرور العاصفة. عندما هدأت أخيرا خرج القرويون إلى مشهد من الدمار التام. دمرت المنازل واقتلعت الأشجار والحقول جرداء ومغمورة بالمياه. كانت مزرعة أمين في حالة خراب. غرق قلبه. كل ما عمل من أجله ذهب. كاد اليأس أن يبتلع أمين. كيف سيوفر لعائلته في هذه المدينة الكبيرة؟ احتضنته سعاد وعيناها تعكسان ألم أمين وحيرته. شعرت ليلى رغم صغر سنها بخطورة الموقف وتمسكت بيد والدها بقوة. عرف أمين أنه يجب أن يكون قوياً وقرر البحث عن عمل في المدينة الكبيرة. كانت المدينة على النقيض تماماً من قريته الهادئة، مليئة بالضوضاء والحشود والضجيج. وجد أمين عملاً كعامل بناء، لكن العمل كان شاقاً وقاسياً للغاية. تألم جسده وتوق روحه إلى الحقول المفتوحة والهدوء. في أحد الأيام أثناء العمل في موقع بناء انهارت سقالة معيبة فجأة. سقط أمين وأصيب في ساقه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بينما كان أمين يرقد في سرير المستشفى كان الألم واليأس يسيطران على قلبه. كاد اليأس أن يبتلعه مرة أخرى وكان يشعر بالعجز التام. كان مصابا وعاطلا عن العمل وبعيدا عن المنزل، مما زاد من معاناته. هرعت سعاد بعد سماعها بالحادث إلى المدينة وجلست بجانب سريره ممسكة بيده. في أحد الأيام رأى مريض زميل رجل عجوز بعيون حكيمة اليأس في عين أمين فاقترب منه. الأمل مثل البذور يا صديقي، يحتاج إلى القليل من الضوء لينمو. هذه الكلمات البسيطة كانت كافية لإشعال شرارة داخل أمين. أثرت كلماته على وتر حساس داخل أمين وجعلته يفكر بعمق. في تلك الليلة بينما كان أمين مستيقظا ترددت كلمات الرجل العجوز في ذهنه. تذكر قريته وأرضه وضحك ليلى وعناق سعاد وشعر بدفء الذكريات. فكر في قريته وأرضه وضحك ليلى وعناق سعاد وأدرك أن الاستسلام ليس خيارا. أدرك أن الاستسلام ليس خيارا وأن عليه العودة إلى المنزل وزرع بذور الأمل. كان عليه العودة إلى المنزل وزرع بذور الأمل ليبدأ من جديد. عاد أمين إلى القرية وقد شفيت ساقه لكنها تحمل علامة محنته. كانت عودته بمثابة شعاع أمل جديد للقرية. تجمع القرويون ووجوههم مزيج من القلق والارتياح لعودته. كانوا يتساءلون كيف سيبدأ أمين من جديد بعد كل ما مر به. قرر أمين بتصميم جديد إعادة بناء مزرعته. كان يعلم أن الطريق لن يكون سهلا، لكنه كان مستعدا للتحدي. اجتمع القرويون مستوحين من صموده للمساعدة. كانوا يعرفون أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للنجاح. أزالوا الأنقاض وأصلحوا منزله وأعدوا الأرض للزراعة. كانت الجهود المشتركة تعكس روح التضامن بينهم. ساعدت ليلى وعيناها تلمعان بالفخر والدهى في زرع البذور الجديدة. كانت ترى في هذا العمل بداية جديدة لهم جميعا. استجابة الأرض كما لو كانت تشعر بروح أمين التي لا تتزعزع بوفرة لم يكن يجرؤ على أن يأملها. كانت الطبيعة ترد الجميل لصبرهم. كان الحصاد في ذلك العام وفيرا، وهو دليل على قوة المثابرة ودعم المجتمع. كانت الثمار تعكس جهودهم المشتركة. بينما تجمع القرويون للاحتفال،
وقف أمين أمامهم قلبه يفيض بالامتنان. كان يعرف أن هذا النجاح هو نتيجة لتعاونهم. تحدث عن العاصفة ومحنته والروح التي لا تتزعزع التي ساعدتهم على تجاوزها. كانت كلماته تلامس قلوب الجميع. قد تكسر العاصفة أغصاننا، لكنها لا تستطيع أن تمس جذورنا. نحن أقوى مما نعتقد.